فيلمنا أحداثه بتبتدي مع شابة اسمها أندريا بوين، وأندريا بتتصل بالمحقق وي على تليفونه وبتسيب له رسالة صوتية بتتأسف له فيها إنها بتتصل بيه في وقت متأخر، بس بتبلغه إنه يتصل بيها لما يسمع رسالتها لأنها حاسة بالخوف وإنها حاسة إن في حد بيتعقبها. وبعد ما بتركب الأسانسير وهي نازلة بيجيلها مكالمة من رقم مجهول، وبتفتكره المحقق ود في الأول، بس الصوت اللي بيكلمها بيقول لها كلمة واحدة بس، إن بالشكل ده بينتهي العالم، والخط بيتقفل. وبعدها أندريا بيجيلها حالة من الفزع الشديد وبتصرخ جوه الأسانسير، وبيجيلها حالة من الرعب بسبب خوفها من الأماكن المغلقة، وبتحاول تخرج من الأسانسير وبتطلب المساعدة من أي حد، لكن جدران الأسانسير بتشوفها بتقفل عليها. وبعدين بتنقلنا أحداث فيلمنا لجينيفر وهي رايحة حفلة في بيت صاحبتها جينا، ولما بتقابلها جينا على باب بيتها بتبلغها إن حبيبها السابق براين موجود في الحفلة، وإنها ملهاش ذنب لأن جوزها سكوت هو اللي دعاه للحفلة، وإنها عرفت متأخر إنه جاي علشان كده ملحقتش تبلغها. وجينا بتقول لجينيفر إنها ممكن تخترع حجة إنها تعبانة علشان تعتذر للناس لو مش حابة تدخل وتشوفه، بس جينيفر بترفض وتقرر إنها تدخل وتحضر الحفلة، وإنه مش هيفرق معاها وجود براين في الحفلة. وجينا بتعرف جينيفر على دكتور ميدا، وجينا بتتكلم عنه قدام جينيفر بانبهار وانه ازاي غير حياتها وساعدها انها تترقى في شغلها، وبتنصح جينيفر انها تزوره في العياده الخاصه بيه، وبتبرر كلامها ده ان في ناس كتير محتاجه العلاج النفسي، وبترحب بيه جينيفر بس مش بتبين اهتمامها بموضوع العلاج النفسي، وبتنسحب من الموقف وبتمشي. ولما جينيفر واصحابها هيتجمعوا علشان يتكلموا سوا عن احوالهم، بيتدخل دكتور كولون ميدا في وسط كلامهم وبيسال جينيفر عن نوع شغلها، بس اجابتها عليه انها حاليا مش بتشتغل. وبراين ساعتها هيتكلم عن جينيفر ويوصفها بالعبقريه وانها مهندسه برمجيات شاطره. وسط كلامهم ده جينيفر هتاخد بالها ان الاكل اللي قدام براين بيحتوي على السمسم، وهتحذره من الاكل لانه بيكون عنده حساسيه من السمسم، وانه لو اكل منه ممكن يموت. وقبل ما يمشي دكتور ميدا من الحفله هيقرر يسيب الكارت بتاعه لجينيفر ويطلب منها انها تزوره في يوم من الايام. وبره بيت جينا براين بيشكر جينيفر انها انقذته وبيتكلم معاها عن علاقتهم السابقه، بس جينيفر مش بتحاول تتناقش معاه في الموضوع. وتاني يوم جينيفر بتقابل صاحبتها جينا، واللي بتوصف حياه صاحبتها جينيفر بالحياه البائسه، وبتنصحها انها تزور الدكتور ميد لانها مقتنعه ان جينيفر ممكن تغير حياتها بعد ما تزوره. وبعد الحاح من جينا جينيفر هتقرر تزور الدكتور، وهتتفاجئ ان جينا حجزلها بالفعل ميعاد، وبتروح جينيفر عياده الدكتور ميد وبيرحب بيها جدا. وجينيفر هتبدا توصف للدكتور ميد اعراضها، واللي من ضمنها انها ما عندهاش حماس انها تعمل اي حاجه، وان عندها مشكله في الاقلاع عن شرب الخمره. وبيسالها الدكتور عن علاقتها ببراين، وبتوصفه انه شخص مرح وذكي، وانها كانت معاه من الجامعه ومن بعد الجامعه الشغل لغايه ما اتعرضت للاجهاض، وان الموضوع ده اثر عليها جدا وبعلاقتها بيه. ودكتور ميد بيسال جينيفر اذا كانت جربت العلاج بالتنويم المغناطيسي، وبترفض جينيفر بحجه انها بترفض اي شخص يتحكم فيها. والدكتور ميد بيوضح لها ان الوحيده اللي تقدر تتحكم في عقلها الباطن وانها بتكون المسيطر طول الوقت، وان العلاج بالتنويم المغناطيسي مفيد للاشخاص اللي تعرضوا للصدمات. وجينيفر بتطلب من الدكتور انها عايزه ترجع سعيده تاني في حياتها، وبيطلب منها الدكتور انها تساعده انه يساعدها. وبتقطع جينيفر لاول جلسه من جلسات التنويم المغناطيسي، ولما بتفوق مش بتصدق ان في ساعه من الوقت عدت عليها، وانها حست ان الموضوع ما اخدش غير لحظات. وبعد مرور 3 شهور جينيفر وهي بتحكي مع صاحبتها جينا بتبلغها ان حياتها اتغيرت فعلا، وانها لقت وظيفه. ولما بتسالها جينا عن جلساتها مع دكتور ميد، جينيفر بتقول لها انها بتروح مره في الاسبوع من حوالي 3 شهور، وانها بتخضع لجلسات التنويم المغناطيسي. وجينا بتقول لها انها طلبت من الدكتور انها تخضع للجلسات دي مرتين علشان تتغلب على خوفها، واللي كان من ضمنها الخوف من العناكب، بس كان حجه الدكتور ميد انها غير مؤهله للجلسات دي. واثناء نوم جينيفر بتشوف دكتور ميد في احلامها وكانها حقيقه، وبالصدفه بتقابل دكتور ميد وبيقول لها انها بقالها فتره مش بتحضر جلساتها، بس بتبرر جينيفر موقفها بانها كانت مشغوله وانها كانت ناويه تحدد ميعاد، وتبلغه انها لقيت وظيفه جديده. وبيكون دكتور ميد مبسوط جدا لانه كان واثق فيها وانها ممكن تغير من نفسها. ودكتور ميد قرر انه يعزم جينيفر على قهوه بمناسبه انها اشتغلت، وبيتكلم معاها عن نفسه وبيقول لها انه اتجوز مره واحده بس من حب حياته وانها ماتت. وبعدين بيسالها دكتور ميد عن علاقتها ببراين، وجينيفر بتقوله انها بتتهرب منه، بس دكتور ميد بيطلب منها انها تقابله وتنهي الموضوع معاه بالمواجهه. بس جينيفر بتكون خايفه انها تجرح مشاعره، وخصوصا ان براين لسه مهتم بيها، وبينصحها انها تعزم براين على العشاء في بيتها وتتكلم معاه، وساعتها هتقرر هي عايزه ايه. وجينيفر هيجي لها اتصال من رقم مجهول وهي في السوبر ماركت، وبعدها هتفوق من النوم وتلاقي نفسها في بيتها وقدامها الاكل، وهتسمع صوت جاي من الحمام، وهتلاقي براين واقع على الارض بينزف بسبب الاكل واللي كان فيه سمسم. وجينيفر هتدور على حقنه المضاد علشان تقدر تنقذ براين وتنقله للمستشفى. وصاحبتها جينا بتحاول تواسي جينيفر، وان اللي حصل لبراين اكيد كان غلطه لانها نفسها وقعت فيها قبل كده يوم الحفله، بس جينيفر بتقول لها انها مش متذكره اي حاجه، وانها كانت في السوبر ماركت وفجاه لقت نفسها في البيت. وبعد الموضوع ده جينيفر
جينيفر بتزور عياده الدكتور ميد وبيسالها عن براين، وبتقول له انه في غيبوبه من 8 ايام، وبتقول له ان اللي حصل لها الليله دي شبه اللي بيحصل معاها في العياده هنا، لان في فتره من حياتها عدت من غير ما تحس باللي حصل فيها. بس الدكتور ميد بيفكرها بكلامه وبيقول لها ان هي المسيطره على افكارها وعلى عقلها الباطن، وانها لو شكت في العلاج النفسي الخوف هيتمكن منها، وبيطلب منها انها تثق فيه. وبعدها بتشوف نفس الحلم مع الدكتور ميد تاني، وبتقوم من النوم وبتلاقي فاتوره مشتريات ومن ضمنها انها اشترت زيت سمسم، وتفتكر اخر حاجه انها استلمت مكالمه من رقم مجهول، وبتبدا تفتكر الاحداث اللي حصلت مع براين. وبتبدا جينيفر تشك في اللي بيحصل معاها، وبتعمل بحث باسم دكتور كولين ميدا، وبتكتشف ان اسمه مرتبط بوفاه 3 ستات في ظروف غامضه كلهم كانوا بيتعالجوا عنده نفسيا، وانهم كانوا بيخضعوا لجلسات التنويم المغناطيسي. وبتطبع كل حاجه اتوصلت ليها وبتوريها لصاحبتها جينا، وبتقول لها ان اخر حاله ماتت وهي اندريا كانت بتقول لعيلتها ان في فترات من الوقت بتعدي عليها ومش بتفتكر اللي حصل فيها زي ما بيحصل معاها بالظبط. وبتوضح جينيفر كل الادله لجينا، وبتكون شاكه ان دكتور ميد رجل غامض وان اكيد هو السبب في موت ال3 حالات. وبتقول لها جينيفر ان اللي حصل مع براين ما كانش بارادتها، وانها كانت شايفه اللي بيحصل قدامها وما كانتش قادره تمنعه او حتى تساعده، وكانها مشلوله. وهتقرر جينيفر وصاحبتها جينا انهم يبلغوا الشرطه، وهيقابلوا الضابط اللي كان بيحقق في قضيه اندريا. وبتساله جينيفر عن قضيه اندريا، وانها طلبت من 6 شهور طلب بعدم تعرض دكتور ميدا ليها، وبتسال عن التحقيق الجنائي اللي حصل بعد وفاتها. ولما المحقق ويد بيسالهم عن السبب بيقولوا له انهم مرضى عند نفس الدكتور، وجينيفر بتبلغه ان في احداث غريبه بتحصل معاها وقريبه جدا من الاحداث اللي حصلت لاندريا قبل ما تموت. بيقول لها المحقق ويد انهم استجوبوا دكتور ميد بعد وفاه اندريا بس مفيش اي دليل ضده، وان التحقيق اتقفل بوفاه اندريا بسكته قلبيه. والمحقق ويد بيوريهم اخر فيديو لاندريا وهي في الاسانسير قبل ما تموت، وبتظهر فيه وكانها كانت خايفه من حاجه قبل ما تموت. وبينصحهم المحقق ويد انهم يبعدوا عن جلسات الدكتور ميدا. وبعد مقابله الضابط جينا هتقول لجينيفر ان دكتور ميد عمل معاها جلسه تنويم، وجينيفر بتبلغها انهم لازم يسمعوا نصيحه المحقق ويبعدوا عنه. بس جينيفر بتتصل بدكتور ميدا وبتطلب منه تحديد موعد، وقبل ما تدخل الجلسه بتقرر انها تسجل الجلسه على التليفون علشان تقدر تعرف اللي بيدور بينها وبين دكتور ميدا اثناء نومها. وبعد ما الجلسه ما بتخلص بتسمع جينيفر التسجيل الصوتي اللي تم بينهم، وبتسمع فيه ان دكتور ميدا سالها عن سبب حضورها العياده، وجينيفر بتعترف انها جت علشان تسجل المقابله علشان تعرف ايه اللي بيحصل معاها لما بتنام. وبتعترف جينيفر انها عملت كده لانها مش واثقه فيه، وانها اكتشفت حقيقه موت اندريا وانه كان ليه سبب في موتها. ومن اسئله دكتور ميد هيكون عرف ان جينا وجينيفر اتكلموا مع المحقق ويد عنه. وجينيفر بعد ما هتسمع التسجيل هتعرف ان جينا في خطر، وهتحاول تتصل بجينا علشان تحذرها، وبتطلب منها انها ترجع البيت. بس وهي بتكلمها الشبكه هتقطع، وفي نفس الوقت ده الرقم المجهول هيتصل بجينا وهيكون صوت الدكتور ميد. ولما هيتاكد انها سايقه عربيتها وعلى الطريق هيقول لها نفس الكلمه ان العالم انتهى. وبيظهر لجينا اكتر حاجه بتخاف منها في حياتها وهي العناكب، وبتكون متخيله انها على هدومها، وبتتوتر. وسكوت جوزها مش بيكون عارف ايه اللي حصل لها لغايه ما هتعمل حادثه وسكوت وجينا هيموتوا. ومحقق الشرطه بيروح لعياده الدكتور ميد ويبلغه بخبر وفاه جينا وجوزها سكوت في حادث عربيه، وبيمثل دكتور ميد انه اتفاجئ بالخبر. بس المحقق بياخد معلقه عليها بصمات الدكتور ميد من غير ما يلاحظ. وبتبدا تساؤلات المحقق لدكتور ميد عن سبب خضوع جينا لجلسات التنويم المغناطيسي، وبيبلغه ميد ان جينا كانت بتعاني من فوبيا العناكب. وبيأكد له المحقق ان في نمط بين موت المريضات اللي بيعالجهم بالتنويم المغناطيسي وبين طريقه موتهم. والمحقق بيلمح لدكتور ميد ان ممكن يكون هو السبب في موتهم، بس المحقق مش بيكون معاه دليل ضده لغايه دلوقتي. وبعدها المحقق ويد هيزور جينيفر في بيتها، وهتحكي له انها زارت دكتور ميد وسجلت المقابله علشان تتمكن انها تمسك عليه اي دليل، بس اكتشفت انه كان عارف بزيارتهم لاسم الشرطه. والمحقق ويد بيبلغها ان دكتور ميد شخص ذكي جدا ودايما سابق بخطوه، وانه اكيد في سبب لتنويم جينا مغناطيسيا لما حس انك بدات تشك فيه، وان كل اسرارك مع جينا. وبيكلمها عن اندريا لما بدات تحس باللي بيحصل معاها ماتت. وبيبلغها المحقق ويد انه اخذ بصماته وهيبدا يبحث من خلالها عن حقيقه الدكتور ميد. وبعد ما بيخرج المحقق من شقه جينيفر بتتفاجئ جينيفر بدكتور ميد قدامها، وبتخاف منه وبتحاول تقفل الباب. بس دكتور ميد بيسيطر على جينيفر بكلمه واحده، وبتقف في مكانها ومش بتقدر تتحرك. ودكتور ميد بيقول لها انه مش جاي يأذيها وجاي بس عشان يتكلم معاها، وبيقول لها ان تصرفاته معاها كانت لعلاجها، وان كان المفروض انها تثق فيه وتشكره انه بيساعدها. وبيعترف لها ان جينا وبراين والمحقق ويد كانوا هيقفوا قدام احلامه وكان لازم يتخلص منهم، وان كل اللي بيعمله ده عشانها. وبيقول لها انه عارف انها مش فاهمه ليه هو بيعمل كده، بس بيأكد لها انه قريب هتفهم. وهو ماشي بيقول لها انها تسترخي، فبتقع على الارض وبتقوم تقفل الباب عليها من شده خوفها لانه بالشكل ده بيتحكم فيها بمجرد الكلمه. ودكتور ميد هيبعت واحده من المرضى بتوعه والمسيطر عليها علشان تقتل المحقق ويد، بس
بس بتنجح بس انها تجرحه، ولكنها بتفشل انها تقتله. ولما جينيفر هتروح تزور المحقق ويد في المستشفى، هيقترح عليها انها تزور طبيبه بتشتغل في مجال التنويم المغناطيسي، كانت بتساعد الشرطه في كشف الجرائم، ويعرفها ويثق فيها علشان تقدر تساعدها. وفعلا بتروح جينيفر لعياده الدكتوره، وبتبدا الدكتوره معاها اول جلسه من التنويم المغناطيسي. بس بيحصل شيء غريب لجينيفر اثناء الجلسه، وكأن حد بيخنقها، والمعالجه النفسيه بتحاول تفوقها من نومها. واثناء نوم جينيفر هتشوف رقم بيت باسم عائله هيفن سيليفان، وبتفتكر كلام دكتور ميد عن مثله الاعلى سيليفان، وبتقوم من النوم مفجوعه، وبتسال جينيفر المعالجه النفسيه عن اللي حصل لها، وبتقول لها ان اللي شافته اول مره يحصل معاها، وان دكتور ميد قدر انه يزرع مفتاح امان ما يخليش حد يقدر يسيطر عليها غيره، وانه يقدر يسيطر عليها في اي لحظه. والمعالجه بتقول لجينيفر انها ما تقدرش تمحي الافكار اللي زرعها دكتور ميد، بس تقدر تزرع هي افكارها الخاصه بيها كافكار مضاده. وجينيفر بتبحث على الانترنت بالعنوان اللي شافته في احلامها، وبتتصل بالمحقق ويد وبتبلغه بالمعلومات اللي عرفتها، وان دكتور ميد ليه معلم واسمه سيليفان، وان المعلم بتاعه ده كان شغال على مشروع التحكم في العقول. وتبلغوا انها رايحه العنوان اللي فيه بيت سيليفان، وبينصحها المحقق ويد انها ما تروحش لوحدها، بس هتصمم جينيفر انها تروح لانها هتحاول تطلب مساعده من دكتور سيليفان. ولما بتروح البيت بتشوف صوره دكتور ميد في برواز ومعاه مراته، واللي بتكون شبه جينيفر في الشكل، ويفاجئها دكتور ميد بوجوده، وبيقول لها ان دكتور سيليفان كان ابوه، وبينيمها. وفي نفس الوقت ده المحقق ويد بيتوصل لحقيقه دكتور ميد، وانه منتحل شخصيه، وانه ابن دكتور سيليفان واسمه الحقيقي جوليان. وجينيفر بتتصل بالمحقق ويد وبتقول له انها في مكتب دكتور ميد، وانها محبوسه والبوليس بيهاجم العياده. بس كل ده كان دكتور ميد بيتحكم في عقل جينيفر، وان البوليس لما بيهجم على العياده مش بيلاقي حد فيها لانها لسه في بيت ميد. والمحقق ويد بيفهم ان دكتور ميد هو اللي خطط لكل ده، وان هو اللي سمح لجينيفر انها تكلمه علشان تخدعه. وهيتحرك المحقق لبيت دكتور ميد علشان ينقذ جينيفر، ودكتور ميد هيكون بيتحكم في جينيفر بشكل كامل. وجينيفر هتفتكر شكل الاوضه اللي هي فيها، لان المكان ده اللي كانت بتشوفه في احلامها وهي نايمه. وهيكون ميد هو اللي زرع الافكار والذكريات دي في دماغها، لانه كان ناوي يحول جينيفر لنسخه من مراته ايمي اللي ماتت. والمحقق ويد بيوصل لبيت دكتور ميد علشان ينقذ جينيفر، وجينيفر هتكون مش بتتحرك علشان دكتور ميد مسيطر على جسمها، بس بتحاول تتخلص من تاثيره عليها. وبتقوم مشاجره بين المحقق ودكتور ميد. وجينيفر بعد ما قدرت انها تتحكم في جسمها وتتخلص من تاثير دكتور ميد عليها، بتحاول تساعد المحقق لغايه ما توصل للمسدس وتضربه بالنار. وبتفوق بتلاقي المحقق ويد جنبها، ويبلغها ان دكتور ميد مات، بس بتفتكر كلام المعالجه النفسيه، وان دكتور ميد كان بيناديها بكلمه حبيبتي، واللي قالها لها ليها المحقق ويد وهو بيكلمها. ودي بتكون الفكره اللي زرعتها المعالجه النفسيه في دماغ جينيفر علشان تتخلص من تاثير دكتور ميد عليها. وبتفوق فعلا وبتهاجم دكتور ميد وبتهرب منه، وتحاول تنقذ المحقق اللي بيقول لها ان المسدس عند رجله. وبتتمكن جينيفر انها تتخلص من الدكتور وتنقذ المحقق ويد. وبينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل اللايك وتشترك في القناه، وتقول لنا رايك في كومنت. وسلام.